لصالح المنتخب المصري؟ ممكن تكون أفضلية وممكن لا يعني شيء يعني أرضية الملعب، ولكن استراتيجية يعني بعض المدربين، ذكاء بعض المدربين تقدر تكون قوة للمنتخب، لأنه تقريبا لعب 3 مباريات في نفس الملعب، تتعود على الملعب حتى تعود على الحفر، عرف الحفر وين موجود. يعرف الحفر، يعرف يعني الأرضية أين هي جيدة أين هي سيئة. لا صحيح، ولكن حتى طريقة اللعب شفنا مصر المباراة الأخيرة أمام الغانا، شفناها أمام المالي، يعني تعود حتى أمام اوغندا تعود على الملعب. يعني في هذا الملعب ما تقدرش تلعب طريقة ما تقدرش تلعب كرة قدم. نعم. ولا تلعب كرة قصيرة ولا استحواذ على الكرة، يعني تلعب لعب مباشر، يعني 1-2 تلعب كرات مباشرة، تلعب أكثر على المرتدات، يعني في استراتيجية. هل المنتخب على ما أظن راح يلعب بنفس الطريقة، لأنه الطريقة اللي يلعب بها ويقوم بها منذ بداية الدورة المنتخب المصري هي نفس الطريقة ونفس يعني حتى الاستراتيجية في اللعب. نعم. بالنسبة للمدرب كوبر، وهي مباراة كبيرة وملحمة ستكون تاريخية بين منتخبين عربيين. تحدث كابتن رفيق بما أن المنتخب كما جاء في التقرير غادر من الدور الأول، الأرضيات سيئة، مشاكل كثيرة، دع من هم موجودون في الجابون أن يستمتعوا سياحيا. لا قالها محمد قاضي، قال لك لا تكون دورة هي دورة سيئة، ولكن السياحة تجلب بعض السياح إلى هذه المنطقة. ما نظنش، أنا ما نظن، هو كان حدث كروي صحيح لكأس إفريقيا. وبالنسبة ماذا رأينا يعني أرضية الملاعب حتى بالنسبة للدورة للجماهير لم تخرج بمستوى منتوج كروي جيد. لا ما نظنش. وما نتمنى أن يرتقي هذا المنتوج في مباريات الدور ربع النهائي أي دور الثمانية. تعليقك عن أهم النتائج أو المباريات القادمة مصر المغرب؟ هي مباراة صعبة، يعني تاريخ، تكلمت على التاريخ، نقدر نقول تقريبا المغرب دابة سوداء لمصر. صحيح. ولكن على أرضية الملعب هل راح تبقى يعني وتطول هذه العقده، وهل راح تتوقف؟ يعني صحيح هي ديربي ما نقدر نقول عربي. بالنسبه لنا الاهم يكون منتخب في النصف النهائي، نضمن منتخب في النصف النهائي عربي، وننتظر يعني المنتخب التونسي مع البوركينا فاسو من الجهه الاخرى. يعني لو كان فيه في النصف النهائي منتخبين عربيين، يعني الاهم والنتيجه الايجابيه واللي نتمناها أنا العرب عربي في النهائي. أشكرك جزيلا الشكر كابتن رفيق.